لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. انتشرت شائعة جديدة عن وفاة الملك محمد السادس. ما دام كون الشائعات منتشرة، لكن هذه المرة الشائعة تنال الملك محمد السادس، حيث نشر البعض خبر شائع عن وفاة الملك محمد السادس، ولكن جاء الرد سريعا على الخبر. أنا الخبر مزيف، وأن هذه الإخبار شاعه ولو ساس لها من الصحة. تتضارب الأنباء من جديد حول وفاة ملك المغرب محمد السادس بعد تدهور على حالته الصحية، ما استدعى نقله إلى أحد المشافي في ظل حالة طوارئ وتحركات غير مسبوقة ببعض المدن المغربية. ولم يتضح بعد نشر حالة ملك المغرب الصحية وحقيقة الإنباء من الديون الملكي المغربي. وتجدر الإشارة لا أن إشاعة وفاة محمد السادس أثارت قلقا بالغا في الأوساط المغربية، حيث انبر كثيرون للسؤال عن السبب وراء عدم ظهوره منذ فترة. خلال مجلس وزاري سابق، أصدر الملك محمد السادس القانون المنظم لمجلس الوصاية دون أن يتم نشر هذا القانون أو فحواه في موقع الأمانة العامة للحكومة. ويأتي هذا القانون ليملأ فراغا مهما، إذ يحدد من سيحكم المغرب في حالة وفاة الملك محمد السادس قبل بلوغ ابنه ولي العهد مولاي الحسن سن الرشد. ومنذ حوالي 7 سنوات تقريبا على الدستور الجديد، لم يحدد الملك المغربي أعضاء مجلس العرش ولا المحكمة الدستورية التي من المفروض يتولى رئيسها إدارة هذا المجلس حسب الدستور، وذلك رغم إعلان الملك المغربي في عدة خطابات سابقة عن قرب إنشاء فعلي للمحكمة الدستورية. ومن المفترض أن يملأ القانون هذا الفراغ في انتظار نشره لعموم المغاربة للاطلاع على حيثياته. وحسب الدستور فمجلس العرش هو من سيمارس صلاحيات الملك لغاية وصول ولي العهد سن الرشد.